السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 19 من ضمن سلسلة فيديوهات بنتكلم فيه عن حساب المثلثات، وفي نفس الوقت الفيديو رقم 4 في حساب في قوانين الذي تخص المثلث الغير قائم الزاوية. بنتكلم عن ايه في الفيديو بتاع النهاردة؟ بنتكلم عن قانون جديد نقدر نجيب بيه أي ضلع أو وتر في المثلث، سواء هذا المثلث قائم الزاوية. يعني القانون دوت ممكن أستخدمه في لو عندي مثلث قائم الزاوية والضلع دوت يساوي الضلع دوت وتساوي الضلعين، أو مثلث قائم الزاوية لكن مختلف الضلعين، الضلع دوت غير الضلع دوت، أو أقدر أستخدمه في المثلث المنفرد سواء المتساوي الضلعين أو مثلث منفرد غير متساوي الضلعين، أو المثلث الحاد أو المثلث متساوي الأضلاع. أصبح إن القانون بتاع النهاردة أو القوانين بتاعة النهاردة أقدر أستخدمه في المثلث القائم الزاوية بأنواعه والغير قائم الزاوية بأنواعه. وعنوان الفيديو بتاع النهاردة بيقول إيه؟ بيقول إيجاد أضلاع أي مثلث بمعلومية ضلع وزاوية، ونركز في المعلومية اللي بيشتغل بيها على القانون بتاع النهاردة. بمعلومية إيه؟ بمعلومية ضلع وزاويتين. ضلع وزاويتين، إيجاد أضلاع أي مثلث بمعلومية ضلع وزاويتين وضلع وزاويتين. تمام؟ طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول إن أنا أقدر أجيب عندي ضلع A و B و C، وممكن ال C دوت يمثل وتر، أو ممكن ال B يمثل وتر، أو ممكن ال E يمثل وتر على حسب طول الضلع. كل الوتر بنعرف الوتر بنميزه إزاي بين الأضلاع، إن الوتر دوت يعتبر أطول ضلع في المثلث. فالقانون بتاع النهارده بيقول لي لو أنا حابب أجيب ال C بيساوي ساين الزاوية A، ساين الزاوية C في A على ساين A. ولو عايز أجيب الضلع A بيساوي ساين الزاوية A. نلاحظ إن أنا عندي حروف كابيتال وسمول، الأضلاع نمثلها بالحروف الكابيتال A B C، والزوايا نمثلها بالحروف السمول. الضلع A يقابله الزاوية A سمول، والضلع B يقابله الزاوية B سمول، والضلع C يقابله الزاوية C سمول. فلما بحب أجيب الضلع C بيبقى ساين السي الزاوية اللي بتقابله في الضلع A، عندي معلوم على ساين ال A. لما بحب أجيب الضلع A بيقول لي ساين الزاوية التي تقابله في الضلع B على ساين الزاوية B. فنلاحظ إن أنا بختار الزاوية التي تقابل الضلع. يعني أنا لما أحب أجيب السي فبقول لي ساين الزاوية التي تقابله. تمام؟ ولما بضرب في الضلع بقسم على الزاوية التي تقابله. يعني لما مثلا تحت خالص الضلع بي بجيبه ازاي؟ بيقول لي الضلع بي بجيبه لما بقول ساين الزاوية التي تقابله اللي هي بي في الضلع A. طالما خدت الضلع A بقسم على الساين الزاوية التي تقابله. لكن قبل ما نخش في التفاصيل وناخد أمثلة، عايز نعمل بس مقارنة ونرجع بالذاكرة ورا. احنا عملنا قانون رقم 4 اسمه قانون عام الأضلاع. ده إن شاء الله هنسيب الرابط بتاعه في أسفل صندوق الوصف نراجع عليه. بس عايز نعمل مقارنة بسيطة بينه وبين القانون بتاع النهاردة عشان نفهم الدنيا ماشية إزاي.
أنا عندي القانون له رقم 4 كان بعنوان إيه؟ كان بيقول لي بعنوان إيجاد أي ضلع في المثلث الغير قائم الزاوية أو المثلث القائم الزاوية. طب ما هو برضو القانون بتاع النهاردة بيقول لي إيجاد أضلاع أي مثلث سواء قائم الزاوية أو غير قائم الزاوية. لكن هنا القانون بتاع النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة اللي هو رقم 19 بيقول لي إيجاد أي أضلاع أي مثلث بمعلومية إيه؟ ضلع وزاويتين. أنا عندي لازم تكون عندي المعطيات المتوفرة في المسألة بتاعت النهاردة عشان أشتغل بالقانون بتاع النهاردة. يكون عندي مثلث متوفر فيه حاجتين، عندي مثلث متوفر فيه طول ضلع وزاويتين بس، الضلعين التانيين معرفهمش. لكن القانون بتاع الفيديو رقم 4 نفس بيقدر بيجيب نفس النتيجة. بيقول لي إيجاد أي ضلع في المثلث الغير قائم الزاوية أو المثلث القائم الزاوية بمعلومية إيه بقى؟ ضلعين وزاوية. بمعلومية ضلعين وزاوية. بمعلومية ضلعين وزاوية. أصبح المقارنة بين القانون رقم الفيديو بتاع رقم 4 بتاع اللي هو بعنوان قانون عامل أضلاع، إن أنا عندي المعطيات بتاعته في المثلث دوت لازم يكون عندي معلومية ضلعين وزاوية. عندي مثلث عندي ضلعين معلومين وزاوية واحدة، بستخدم القانون ده. بستخدم القانون دوت لما أحب أجيب الضلع A أو B أو C. بيقول لي جذر البي تربيع زائد السي تربيع ناقص 2 في بي في سي في كوساين الزاوية A. ده القانون ده بستخدمه امتى؟ لما بيكون عندي ضلعين معلومين وزاوية. نقول تاني القانون دوت بمعلومية ضلعين وزاوية، لكن القانون بتاع النهاردة بمعلومية ضلع وزاويتين. ده وجه الاختلاف. نرجع للموضوع بتاع النهاردة. يا ريت برضه حضرتك تجهز آلة حاسبة عشان نشتغل مع بعض. هناخد مثال على مثلث واحد يطبق فيه الثلاث قوانين اللي هو هجيب ازاي السي والاي والبي. هو مثلث واحد معايا اهوت، لكن اول حاجه في المثلث فوق هنا بيقول لي انا عندي مثلث غير قائم الزاويه. الزاويه ديت 120 درجه، والزاويه ديت 40 درجه. الله أكبر الله أكبر. عندي مثلث غير قائم الزاوية. الزاوية ديت 120 درجة التي تقابل الوتر. أنا عندي الوتر دوت السي معرفوش. أنا ما أعرفوش دوت اللي أنا عاوز أجيبه. أنا عايز أجيب السي، والزاوية ديت 40، وأنا عندي طول الضلع دوت يساوي 1879. أصبح المثلث دوت الضلع دوت 1897، والزاوية ديت 120، والزاوية دي 40. الضلع ده أنا معرفوش، والضلع دوت أنا معرفوش. المطلوب إن أنا عايز أجيب الضلع دوت. فبيقول لي عشان أجيب الضلع دوت سي، القانون بيقول لي سي بيساوي ساين الزاوية اللي قصاده 120 أهي، ساين السي هنا 120 في إيه الضلع إيه اللي هو 1879 على ساين الايه تمثل هنا 40 هتساوي 2531. تعالى نجرب. بقول لي ساين 120 الدرجة 120 في 1879 على ساين 40 اللي هي الزاوية A. نقفل القوس يساوي 2531. إذا الضلع اللي هو سي دوت يساوي 2531
2531. طيب هو المثلث، بس أنا الإيه هعتبر إن أنا ما أعرفوش، الضلع دوت أنا ما أعرفوش، عايز أجيبه اللي هو إحنا عارفينه 1879. بقول لي الضلع بي بيساوي 1000 والوتر أنا ما أعرفوش، أصبح المثلث هو بس المعطيات اللي عندي ضلع وزاويتين. الضلع اللي عندي اللي هو بي 1000 مللي، والزاوية ديت 40 أنا عارفها، والزاوية ديت اللي هي البي 20 أنا عارفها. بيقول لي عشان أجيب الإيه ساين في ساين، القانون بيقول لي هنا إيه عشان نجيب الضلع إيه، بيقول لي ساين إيه، الإيه هنا عند 40 في بي اللي هو 1000 مللي على ساين البي اللي هي ديت اللي هو صاد الضلع البي اللي هي 20 هتساوي 1879 اللي هو الضلع دوت. تعالى نشوف على الآلة الحاسبة أهو، نقول ساين، نجرب ساين 40 ساين 40 في 1000 على ساين 20 ساين 20 اللي هي ديت الزاوية دي اهي البي، الزاوية بي ساين 20، وندوس نقفل القوس، يساوي 1879 اللي هو الضلع كنا عارفين الضلع ايه. طيب هو برضو نفس المثلث، بس بيقول لي بقى ان انا الضلع دوت اللي هو البي اللي هو اصلا 1000 انا ما اعرفوش، والضلع ايه انا عارفه 1879، والزاويه دي 20 والزاويه دي 40، والوتر انا ما اعرفوش بس عايز اجيب البي. فبقول لي البي بيساوي ساين الزاويه بي اللي هي 20 في ايه اللي هو 1879 على ساين الايه ساين الزاويه الايه اللي هي 40. نطبق القانون، ساين 20 نقفل القوس في 1879 على ساين اللي هي الايه اللي هي 40، نقفل القوس وندوس يساوي 99.8 اللي هو تقريبا متر. وده كان موضوع حلقة النهاردة، قانون جديد ومهم أقدر أستخدمه في أي مثلث سواء قائم أو غير قائم بمعلومية ضلع وزاويتين. وانتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.